مساء الخير. سعيد، احنا بلشنا؟ انا مش منتبه اذا بلشنا. اعزائي المشاهدين، مساء الخير. اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من برنامج نارت كاسا. في هذه الحلقه نستضيف كاتب وباحث وناشط في مجال العمل السياسي المتعلق بالشأن والمسائل الشركسيه، وخاصه في المحافل الدوليه. باسمكم واسم إدارة قناة نارت الشركسية أرحب بالكابتن عادل بشقوي. تحياتي كابتن، وأهلا وسهلا فيك في برنامج نارت كاسا. شكرا دكتور، أسعد الله أوقاتك وأوقات المشاهدين الأعزاء. بداية أود أن أعبر عن شكري لقناة نارت الشركسية على استضافتي لإطلاع كل من يهمه الأمر على التطورات التي تتعلق بالقضية الشركسية، آملا أن يرفع الله هذا الوباء عن البشرية، راجيا الشفاء العاجل للمصابين والرحمة والمغفرة للذين فقدناهم، وكان آخرهم الأخ الدكتور حسين تقى رحمه الله وغفر له وجعل مأواه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا عادل محي الدين بشقوي، من مواليد حي الشابسوغ في عمان. بعد الثانوية العامة انضممت إلى القوات المسلحة والتحقت بمدرسة المرشحين الأردنية. بعد التخرج في تشرين أول 1970 عملت في الوحدات العسكرية في القوات المسلحة، وشاركت في دورات في كل من الأردن والولايات المتحدة وبريطانيا. بعد 5 سنوات من الخدمة قررت الاستقالة ودراسة الطيران، لذلك التحقت بدورة للطيران التجاري في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد التخرج عدت إلى عمان وقمت بمعادلة شهاداتي والإنجازات التي قمت بعملها في مجال الطيران، وعملت مع الخطوط الجوية الملكية الأردنية التي كانت تدعى في ذلك الوقت عالية. بعدها تم إرسالي في دورة، أو ابتعثت في دورة إلى الولايات المتحدة من قبل الملكية الأردنية للالتحاق بدورة طيران في أكاديمية أمريكان إيرلاينز في دالاس فورت وورث. وبقيت أعمل في هذا الحقل حتى التقاعد، وهي كانت مدة 39 عاما. بعد التقاعد أصبحت عضوا عاملا في جمعية أصدقاء شراكسة القفقاس الأردنية، وقد عينت عضوا في مجلس أمناء مركز شركيسيا للدراسات والأبحاث. وأصبح المجال أمامي مفتوحا بأن أزاول عملي بتفرغ من أجل النشاطات التي تتعلق بموضوعات البحث والدراسة والترجمة والتأليف. وقد قمت بنشر كتابين عن القضية الشركسية، وهي القضية التي عملت منذ الصغر في جمع المعلومات المتعلقة عنها. وكذلك كنت أحاول التعامل مع المعلومات هذه بالاطلاع عليها والتعامل معها إيجابيا حسب الظروف المحيطة والواقع المعاش. كابتن، يعني أشكرك على هاي المقدمة والسرد الجميل حول مسيرتك وحول تعريفك بشخصك للمشاهدين. بدي أسأل في البداية عن الكتابين اللي نشرتهم. الأول باسم شركسيا ولدت لتكون حرة، والكتاب الثاني المعجزة الشركسية.
السؤال هو يعني ما هو الجديد في هذين الكتابين، وما هي الرسالة التي أردت أن توجهها للقارئ من خلال هذه الكتابين؟ كنت منذ أن تمكنت من جمع المعلومات المتعلقة بالقضية الشركسية، وكانت يعني الأمور غير سهلة في السنوات الماضية، وخاصة قبل وجود الإنترنت، حيث كان ليس من الممكن الحصول على المعلومات بسهولة، أو حتى إذا أردت أن تحصل عليها يجب الذهاب إلى المكتبات المتخصصة، وخاصة في الدول الأوروبية مثل بريطانيا والولايات المتحدة. طبعا فرنسا وألمانيا، لكن بحاجة إلى معرفة اللغة التي توجد الكتب بها. لكن في عام 1979 كنت في رحلة إلى الولايات المتحدة، وذهبت إلى نيوجيرسي لزيارة أشقائي وأقاربي، قمت بكتابة مقال أسميته الوطن القريب البعيد. فكتبت في الأشياء اللي كانت موجودة في وجداني وفي عواطفي، والطريقة اللي كنت أفكر فيها عن وضع الأمة الشركسية المشتت في جميع أنحاء العالم. ونشر هذا المقال في شهر 7 من عام 1979. طبعا كنت أجمع هذه المعلومات، للأسف في بعض الأشياء اللي كنت أكتبها أو مقالات أو حتى أشعار، لكن للأسف فقدت خلال السنوات التي لم أكن فيها متواجدا دائما في المكان الذي كانت هذه المدونات موجودة فيه. على كل حال، عندما أصبح من الممكن الوصول للمعلومات من خلال الإنترنت، وأيضا من خلال الإنترنت بدأت أعرف أين ممكن نحصل على المعلومات هذه. أصبحت أجمعها، وصار عندي كم جيد بداية من هذه المعلومات. وفي عام 2007 بدأت الاتصالات مع المرحوم أمجد جموخة، وكنا نتبادل الآراء ونتحاور في بعض الأمور التي تخص الشركس من نواحي مختلفة. طبعا في عام 2008 عرض علي الدكتور أو الأخ أمجد جموخة الاشتراك في كتاب كان ينوي عمله لمجموعة من الكتاب الشركس في بلدان مختلفة، وأراد من كل كاتب أن يكتب بالطريقة التي يريد والموضوع الذي يريد، على أساس أنه يكون مجموعة من الآراء في الطيف الشركسي تقدم في كتاب للعالم وباللغة الإنجليزية. طبعا في الوقت المحدد أرسلت مشاركتي، لكن للأسف عدة أشخاص من الذين كانوا في البدء قد قرروا المشاركة لم يوفوا بوعودهم ولم يرسلوا بمشاركاتهم، فقام السيد جموخة بإلغاء المشروع. لكن بقي هذا الهاجس في فكري وفي رأسي، ونويت أن أشارك أي كتاب شركس
في إمكانية كتابة كتاب أو كتب أو تقديم معلومات عن القضية الشركسية، لكن في نفس الوقت في تلك الأيام كنت دائما أكتب المقالات باللغة الإنجليزية والعربية وأنشرها. طبعا لماذا قررت الكتابة بالإنجليزية أو حتى عندما أنشر كتبي باللغة الإنجليزية؟ السيد جمخة قال لي بأن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرئيسية التي يمكن أن تكون المنصة التي يمكن وضع المعلومات عليها، ومن خلالها يمكن الاطلاع على كل هذه المعلومات من قبل الجميع. وإذا أريد أن تكون هذه المعلومات بلغات أخرى يمكن ترجمتها عن اللغة الإنجليزية، وهذا الذي ترك هذا الهاجس عندي. لم أكن في وضع يمكنني في ذلك الوقت، لأني كنت أعمل طيار في الملكية الأردنية وأذهب في رحلات عديدة، وحتى في بعض المقالات التي كنت أكتبها بأسماء وهمية حتى لا تقوم بعض الأطراف باتهامي بأني على سبيل المثال أعمل بالإرهاب أو كذا لإيقافي عن عملي أو التحقيق معي، وتأخذ سنوات عديدة عبين أو حتى يتبين الصح من الخطأ. لكن على كل حال في وقت لاحق أصبحت، وخاصة عندما بدأت بالمشاركة بالفعاليات الشركسية، بدأت أكتب باسمي وأشارك بالمؤتمرات وبالفعاليات، وكل هذه المؤتمرات والفعاليات التي شاركت فيها أو حتى التي لم أشارك فيها اعتمدت أن أضعها في كتابي الأول بداية، وطبعا بالإضافة إلى معلومات أخرى مثل كان في عام على سبيل المثال في عام 2007 موضوعين مهمين على الساحة الشركسية وخاصة لدى النشطاء الشركس. الأول كان ادعاء روسيا بأن 2007 هو ذكرى مرور 450 عاما على انضمام الشركس الطوعي إلى روسيا. وبالنسبة لهذا الموضوع الكثيرين كانوا يتندروا إذا كان هذا طوعيا فما هو الإجباري، حتى كانوا يذكرون في المعارك والحرب والقتل والإبادة والتهجير، لماذا حصل كل ذلك؟ على كل حال النقطة الثانية كانت موضوع عقد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سوتشي، وكانت روسيا في ذلك الوقت بصدد الإعداد لذلك. فكانت هذه من الأمور اللي جعلتني وجعلت آخرين بالعمل من خلال الفعاليات التي كانت تعقد. وطبعا أنا قررت أن أضع هذين الموضوعين ومواضيع أخرى مشابهة بالإضافة إلى التاريخ الشركسي وذكرى استقلال شركيسيا أو إعلان استقلال شركيسيا الذي حصل في عام 1835 أو 36 من قبل مندوبي القبائل الشركسية خلال الحرب. وطبعا في ذلك الوقت أيضا عندما قرروا اعتماد العلم الشركسي في وضعه الحالي 12 نجمة مع 3 أسهم واللون الأخضر، هذه من الأشياء اللي أيضا وضعتها في الكتاب، بالإضافة إلى الاعتراف بالإبادة الجماعية الشركسية. الاعتراف بالإبادة الجماعية الشركسية أعتقد كان من أهم الأمور التي حصلت
أو الأمور الإيجابية التي حصلت للقضية الشركسية، وهي اعتراف إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وهي إحدى دول القفقاز الرئيسية التي اعترفت بالإبادة الجماعية الشركسية والتهجير الذي حصل ضد الشركس. وبعد سنة من ذلك الوقت تم بناء صرح أو بناء مكان في أناكليا لإحياء ذكرى الإبادة والتهجير، وكان ذلك في أناكليا على البحر الأسود، في إحدى المناطق التي كان يجمع فيها الشركس لتهجيرهم وتحميلهم على السفن للذهاب إلى الدولة العثمانية. هذه بعض النقاط التي وضعتها في كتابي الأول. وطبعا كنت محظوظا أن قبل البروفيسور ميراب شقوة اللي هو الآن رئيس المركز الثقافي الشركسي في تبليس، وهو قدم دراسة إلى البرلمان الجورجي تثبت حدوث الإبادة الجماعية الشركسية بمدلولات وثائقية وعلمية مختلفة. وطبعا هو قام بتقديم كتابي شركيسيا ولدت لتكون حرة. كابتن، يعني حضرتك مش بس كاتب، ولكن أيضا خلينا نحكي أنه صاحب منهج أو فكر معين. يعني هيك الجمهور أو المجتمع الشركسي بينظر للكابتن عادل بشقوي. فبدي أدخل أنا بهذه التفاصيل. هذا موضوع مهم بالنسبة للمشاهدين، بيحبوا يتعرفوا على شخصية الكابتن عادل بشقوي أكثر، يعني من خلاله، من يعني بالصوت والصورة. في بمجتمعنا الشركسي في خطتين استراتيجيتين، نقدر نحكي انهم خطتين بس مش بالشكل العلمي، هم فكرتين شفويتين فضفاضتين، او خارطتي طريق ممكن نسميهم، او ممكن منهجي فكر او توجه. هذول الفكرين احيانا قد يكون في تقاطع بيناتهم، واحيانا قد يكون في تناقض بيناتهم. انا بحب اني اسرد بعض يعني الامور اللي لها علاقه في اللي بدنا نسميها المنهج الاول والمنهج الثاني، وبدي اشوف راي الكابتن عادل بشقوي أين يقف ما بين هذين المنهجين. المنهج الاول بيحكي روسيا هي المسؤول الرئيسي عن كل المآسي التي تعرض لها الشركس. 100 عام بشكل متواصل استمرت حروب عدائية شنتها روسيا القيصرية على بلادنا، تعرضت فيها أمتنا للقتل والاحتلال والتشريد والتنكيل، انهار الاقتصاد وتم تدمير فرصة أمتنا بالنهوض وبناء دولة، تم تعطيل كافة نواحي الحياة الثقافية والحضارية والاقتصادية والديموغرافية التي تمكن الأمة الشركسية من اغتنام فرصة تاريخية في بناء وتكوين نفسها كأمة لها الحق في الوجود كسائر الأمم المعاصرة، وقيدت فرصتنا بإنشاء دولة مستقلة. وإلى يومنا هذا ما زال جزء كبير من المفاهيم السائدة بين مختلف الأوساط أو الأطياف في روسيا تنظر للشركس والأمم الأخرى نظرة سلبية. حقنا المشروع أن نواجه روسيا بالالتجاء للأمم المتحدة وللدول الصديقة، ونحظى بدعم من العالم الحر الديمقراطي حتى نعيد ما لنا وما انتزع منا من حقوق، وذلك من خلال النقاط التالية أو البنود التالية: كسب دعم دولي يقود إلى اهتمام أممي بقضيتنا، استثمار تنوع الطيف الشركسي السياسي في الشتات للضغط على السلطات الروسية في القضايا الشركسية، التنسيق مع الناشطين في القفقاز للضغط على السلطات الروسية وتدويل القضايا التي يتعرضون لها من اضطهاد. هذا بالنسبة للمنهج الأول أو وجهة النظر الأولى. بينما في وجهة نظر ثانية أخرى بتحكي إنه نحن لا نثق بقدرات الأمم المتحدة ولا بالدول الأخرى. تجاربنا السابقة مع دول عظمى مثل الإمبراطورية العثمانية وبريطانيا وفرنسا وبولندا، على الرغم من اعترافهم باستقلالنا
وما ارتكب بحق أمتنا من مجازر، إلا أنهم جميعا في نهاية المطاف تفاوضوا فيما بينهم وتقاسموا الحصص. فعلى سبيل المثال الدولة العثمانية أخذت البلقان وحكوا للروس أنتم تفضلوا خذوا، أخذت البلقان وحكت لروسيا تفضلوا أنتم خذوا القفقاس. كيف نثق أو نراهن على دول سبق وأن جربناها ولديها أصلا مشكلة أقليات وتاريخ حافل بالممارسات الاستعمارية؟ يعني حتى الدول الأوروبية عندها مشاكل أقليات، عندهم الباسك وعندهم جماعة برشلونة وجماعة إيرلندا. الاهتمام الدولي بعدالة قضيتنا لن يكون أفضل حال من اهتمامهم بالقضية الفلسطينية أو الكردية أو الإيرلندية أو الباسك وغيرها عشرات من الشعوب اللي لديها حقوق مسلوبة. روسيا هي الطرف اللي علينا التعامل معه، وهي بلد متعدد التوجهات والمصالح تقلبت فيها الأطراف المتنفذة أكثر من مرة. الدول العظمى تغييرها من الداخل أسهل من تغييرها من الخارج. وبرضه في بنود معينة كيف السبيل للعمل بهذا المنهاج. أول شيء دعم وتعزيز مواقف لوبي شركسي متنفذ يعمل من الداخل وهدفه صون وتعزيز المكاسب القومية. التحالف مع مختلف الأطراف والتوجهات ذات النوايا الحسنة في الداخل الروسي اللي سياستها تدعم مكاسبنا. استخدام ورقة حقنا التاريخي للمطالبة بمزيد من المكتسبات تعوضنا عما فقدناه جراء الحروب الظالمة التي شنت على أمتنا، مثل المطالبة بإنشاء مراكز ثقافية وجامعات ومؤسسات اقتصادية تساهم في إعادة التوازن وإعادة تشييد المكون الحضاري للشركس. الاهتمام بالاقتصاد بصفته العامل الرئيسي في نهضة الأمم وتعزيز نفوذنا الاقتصادي بالعمل كجسر للتبادل التجاري بين روسيا والدول التي يقطن الشركس بها. الأخذ بعين الاعتبار أن الثروة والرخاء الاقتصادي الذي تنعم به روسيا اليوم جاء من خلال ضمها لأراضي شعوب أخرى واستغلال ما فيها من خيرات، ونحن إحدى تلك الشعوب التي تطالب بحقها بالاستفادة من الوضع الاقتصادي والقدرات التي تمتلكها روسيا اليوم. الاستثمار في الوطن وتسهيل إيجاد فرص عمل للشباب وبناء مصانع ومؤسسات تجارية، والاستثمار في السياحة والعقارات وشراء أراضي ودعم برامج العودة. الكابتن عادل بشقوي، أين يقف من هاتين المعادلتين؟ تفضل. والله حتى أكون منطقي أنا ممكن أقف في المنتصف. أنا إذا أردت أن أكون مجحفا ممكن أذهب إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار. لا أؤيد الذهاب إلى أقصى اليمين أو أقصى اليسار. أنا أؤيد الأخذ بكل النقاط التي ذكرتها في القسم الأول وأيضا في القسم الثاني، ويجب على الشركس أن يجلسوا ويتحاوروا ويقرروا ما هي السبل الكفيلة بتطبيق الممكن من الجزء الأول أو الجزء الثاني. لكن الأمور ليست أبيض أو أسود. يعني إذا أنا مشيت في الاتجاه اليسار ممكن أذهب إلى طريق مسدود، وحتى إذا ذهبت إلى الطريق اليمين ممكن الدولة التي يعتقد البعض أنها ستكون أفضل حالا معهم من السابق إلى أقصى الحدود، أنا أعتقد غير وارد أيضا. لكن هناك قوانين دولية روسيا هي موقعة عليها وجزء منها سواء في الأمم المتحدة أو بحقوق الإنسان. يعني مثلا ممكن أن هذه النقاط اللي ذكرتها جميعها الشركس الذين يريدون حل القضية الشركسية يمكنهم الحوار حولها والنقاش حولها واحدة. يعني مثلا تطبيق ميثاق الأمم المتحدة
تطبيق ميثاق الأمم المتحدة يسري على الجزء الأول والجزء الثاني. القانون الدولي والعدالة، اعتمدت مثلا الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، اتفاقية دولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مثلا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وكذلك بالنسبة يمكن الاحتكام في بعض الحالات إلى القانون الإنساني الدولي في إطار الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. يعني البعد اللي ممكن يذهبوه الشركس أنا بعتقد البعد الأوروبي. الأمة الشركسية هي جزء من أوروبا، والشعب الشركسي عبارة عن شعب تنقصه حقوقه السياسية وغيرها. فأنا بعتقد الاتحاد الأوروبي والشعوب الأوروبية هي ملزمة بأن تساعد الشركس على حل قضيتهم حل عادل. أنا لا أقول مثلا لا نستطيع الحكم عن المستقبل، لكن اللي بدهم يشاركوا في الموضوع هذا هم سواء شراكسة الشتات أو شراكسة الوطن، وبالتشارك بينهم هم اللي بدهم يقرروا كيفية الحوار مع القوى المختلفة. ممكن الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الدولة الروسية، أي طرف دولي، أو حتى جمعيات حقوق الإنسان، أي طرف دولي ممكن أنه يساهم في حل القضية الشركسية فهو مرحب فيه أنه يكون جزء من الحل أو جزء من النصائح اللي ممكن تتقدم للشركس. فبالنسبة مثلا لهذه الحقوق المطلوب أنه روسيا تعترف بها، هذا واجبها القانوني، واجبها في حسب القوانين والأعراف الدولية واللي ذكرتها قبل قليل. إذن هناك مثلا عدم تطبيق لهذه القوانين. هلا أنا لا أقول إنه لازم الشركس الآن يستقلوا أو يعلنوا استقلالهم أو يحاربوا الدولة الروسية، لا، إحنا لسنا في مجال محاربة أحد، ولا نريد أن نحارب حدا أو أحد من الأطراف المتواجدة. نريد اعتراف بحقوقنا، عندنا حقوق يجب أن نستعيدها، ويجب أن نستعيدها بالأمور أو بالقوانين وبالأعراف المتعارف عليها. والدولة الروسية ممكن أنها تساهم في أن الشركس يصير لهم كيان شركسي موحد في القفقاز. أنا برأيي ممكن يكون هذا جزء من الحل، على أساس أنه لازم تنظر روسيا كمان ل 90% من الشركس الموجودين في الشتات، هذول وطنهم اغتصب في خلال الحرب الروسية الشركسية، وبعد تهجيرهم من وطنهم وإسكانهم في بلدان مختلفة، ولا يزالوا يقيمون في أكثر من 50 دولة من دول العالم. هؤلاء عندهم قضية، وقضيتهم لازم تحل سواء من قبل روسيا أو من قبل الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة أو الدول الغربية أو أي قوة ممكن أنها تساهم بمساعي مقبولة أن تعطي الشركس حقوقهم. يعني كابتن، اللي بفهمه منك يعني حضرتك تحكي إنه إحنا مش بالضرورة نكون يعني زي قاربين، طرفين راكبين في كل واحد في قارب وكل واحد باتجاه ماشي باتجاه واحد. احنا ممكن انه نكون جميعنا كأمة شركسية في قارب واحد،
ولكن هذا القارب يجب أن يحتوي الناس اللي لهم توجهات في إصلاح الأمور عن طريق التعامل مع الخارج، ومجموعة أخرى عم بتحاول الإصلاح أو زيادة مكاسبها في الجبهة الداخلية. يجب أن نكون في قارب واحد، وهذا القارب لازم يكون في له قوانين، له اللي هي اسمها استراتيجية المشتركة يعني بصراحة. لكن إحنا ينقصنا استراتيجية مكتوبة. إحنا حاليا نحكي على توجهات ومنهجيات شفوية وفضفاضة، يعني أي واحد فينا، كل واحد فينا ممكن أنه يفكر. ولكن إذا بدنا نشتغل بطرق صحيحة وعلمية ومؤسسية، لابد من أن نشتغل عن طريق مؤسسات. يعني هذا عمل مؤسسي أكثر من ما أنه يكون عمل فردي. ما بعرف إذا توافقني الرأي، ولكن إذا كان هذا الرأي معقول، أين مؤسساتنا الشركسية؟ إحنا في عنا عشرات من المؤسسات الشركسية. ليش ما عم يقعدوا اللي يقولوا إحنا بدنا نخطط لاستراتيجية ملزمة للجميع ومتفق عليها من قبل الجميع، وكلياتنا نمشي بطريقة بحيث إنه إحنا وإحنا عم نشتغل ما نخبط في بعض، يعني ما تتعارض أمورنا مع بعض، بالعكس نشتغل بالتنسيق على كافة الجبهات. تفضل كابتن. أكيد بوافقك الرأي. وللأسف الجمعية الشركسية العالمية عندما تأسست على أساس المطالبة بالحقوق الشركسية. إحدى أهدافها المطالبة بالحقوق الوطنية أو القومية الشركسية. لكن مع تطور الأوضاع، مع الأمور اللي حدثت في روسيا بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، ومع قيام حرب الشيشان الأولى وحرب الشيشان الثانية، ونقل الجمعية الشركسية العالمية ليكون مقرها الدائم في نالتشيك، وتم إقصاء بعض الأعضاء الذين عندهم ميول قومية، وأصبحت الجمعية الشركسية العالمية وكأنها إحدى دوائر الحكومة الروسية. يعني لا يمكن الاعتماد على هكذا منظمة في أن نعمل الاستراتيجية اللي تفضلت حضرتك فيها. إذن لازم يكون في البديل، أو حتى مش بديل، ما بدي أقول بديل أنه إذا بدها تنعمل منظمة أو مؤسسة أخرى أنه بدها تكون بدل هذه اللي في نالتشيك. لا، ممكن تكون ماشية بطريق متوازي معها. وفي النهاية الشعب هو اللي بيختار المنهج اللي بده إياه، هو بيختار الناس اللي بيقدموا الاستراتيجية اللي الشعب بده إياها، بده ينفذها أو بده بتطلع إلها. بدهم الشركس الآن في الوطن عمالهم بيطالبوا بأنهم يكون لهم كيان موحد غير مجزأ، يكون عندهم يقدروا يستعملوا لغتهم، مش مثلا زي التعديل الأخير مثلا في الدستور الروسي أصبحت اللغة الروسية هي الرئيسية واللغات الأخرى لا قيمة لها. وحتى يوجد مقال مؤخرا صدر، الناشطين الشركس في نالتشيك يقولون أن القيادة في جمهورية كبردين وبلقاريا بدأت تدرك أن ما حصل في تعديل الدستور الروسي مع الوقت مش بس راح يخرب اللغة الشركسية، برضو مكانة الجمهوريات في الاتحاد أو بالفدرالية الروسية. فإذا إحنا بحاجة لمؤسسة أو منظمة أو كيان يقوم بالإعداد لبحث ما هي الأساليب التي يجب أن تتبع في سبيل المطالبة بالحقوق الشركسية. نحن عندنا وثائق من الأرشيف الروسي، وثائق من الكتب المتداولة، وثائق من
مذكرات القادة الروس الذين شاركوا في حرب القفقاس أو الحرب الروسية الشركسية، وكل هذه تبين أن كانت هناك خطة روسية بالتخلص من هذا الشعب. هم أرادوا شركيسيا بدون الشركس، بدون شعبها، ولذلك أرادوا أن يعطوا الشركس بعد أن قتلوا ما قتلوا منهم الخيار، حتى أعطوهم الخيار أنهم يبقوا في المنطقة، يذهبوا إلى المناطق الداخلية، أو أنهم يهجروا إلى الدولة العثمانية. وحتى في النهاية بعض الذين قرروا البقاء ويذهبوا إلى الداخل هجروا أيضا إلى الدولة العثمانية عندما انتهت الحرب، وعندما أصبحت القيادة الروسية على زمن القياصرة تريد تنظيف أو تطهير الأراضي من أصحابها. طبعا في بعض الناس الآن يقولون أنه هي في ناس مثلا في القبرديه أو في قرشيه شركيس كي الشركس ظلوا هناك، يعني ليش الحكي اللي ما له معنى. لكن أنا عندي يعني فرضية أخرى، أو مش فرضية حتى، فكر آخر، أنه هم أرادوا تنظيف منطقة الساحل، ساحل البحر الأسود نهائيا ما بدهم فيه ولا شركسي. الناس اللي في الداخل صار الوضع أنه أسهل أنه يبقوا الناس في الداخل، مثلا في قبردين وبلقاريا وقرشيه شركيسك، المناطق طبعا هذه تسميات جاءت فيما بعد، وتم إقصاء جميع السكان من منطقة البحر الأسود بطرق مختلفة بعد القضاء على نصفهم. وناهيك عن الناس الذين قضوا في الطريق وهم في البحر، وكانوا يرموا في حتى يسبحوا مع الأسماك. أنا هذا رأيي في الموضوع. طيب كابتن، يعني احنا بنحكي او يعني يمكن الاغلبيه العظمى من المجتمع الشركسي متفقين على انه لازم يكون في امامنا منهج يراعي كافه ظروف الشركس المشتتين في شتى انحاء العالم. احنا بنعرف انه احنا يعني اولا واخرا عايشين ضمن انظمه، وكل واحد حسب النظام تبعه بده يتاقلم. يعني اللي مطلوب من الشركسي اللي موجود بالأردن بيهتم بمصالحه في الأردن، وبيهتم في الاستقرار في النظام اللي عايش فيه مشان يأمن مصالحه. وكذلك اللي عايش بسوريا كمان بيهتم إنه يتواصل مع النظام ويأخذ مزيد من المصالح. وفي روسيا أيضا من المتوقع إنه الناس اللي هناك كمان بدهم يتماشوا بشكل أو بآخر مع النظام الموجود لتحصيل مزيد من المكاسب. احنا في عندنا مجموعات مختلفه، في ناس عايشين باوروبا ضمن منهج الحريه والديمقراطيه الاوروبيه، ولا شك انه كل واحد فينا عم بيتاثر في البيئه اللي موجوده فيه وله مصالح خاصه فيه. فهل يمكن انه يجلس الجميع مع بعض ويوصلوا لاستراتيجيه بتحكي انه احنا بدنا نكون في قارب واحد، وبدنا نحقق خلال السنه او السنتين ثلاثه القادمات بعض النقاط الايجابيه اللي بتخلينا كلياتنا نمشي مع بعض؟ هل هذه استراتيجية واقعية أم إحنا لازم نتبع سياسة الإقصاء؟ أنا رأي فلان بعتبره متطرف عني، ما بدي أحكي معه أو ما بدي أتجاوب معه، أو سياسة اللي زي ما حضرتك بتعرف سياسة إنه هذا الشخص محسوب على الأجهزة الأمنية الفلانية وهذا محسوب على الأجهزة الأمنية الفلانية. هل نحن قادرين على أن نجلس معا على الرغم من اختلاف أحيانا المصالح وأحيانا اختلاف المؤثرات اللي أثرت علينا في البيئات اللي عشنا فيها؟ تفضل كابتن. أعتقد إذا وجدت الإرادة راح تنوجد الأساليب المتاحة لتطبيقها أو لمحاولة تطبيقها، تطبيق الأشياء اللي حكيتها. if there is a will there is a way، طبعا حسب ما المثل الإنجليزي. ممكن أنهم الشركس يقرروا أنهم بدهم يمشوا في طريق معين،
والنخبة اللي ممكن أنهم يفكروا ويطلعوا باستراتيجية معينة أو بدراسة معينة أو برأي يجمع عليه الجميع، أنهم يطبقوه بالطرق ديمقراطية، الطريق الممكنة والديمقراطية طبعا، لأنه لا يمكن أنك تعمل أي شيء بالتفرد. الآن إذا أي شخص أو أي مجموعة تفردوا في عمل أي شيء، أي مشروع، إذا الجميع مش مجمع عليها، هذا غير مقبول، ولا بالنتيجة لا يكون ناجحا أبدا. فأنا برأيي أنه الأغلبية يجب أن تقرر، وزي ما حضرتك تفضلت أنه إحنا نعيش في بلدان مختلفة، من بلدان الشتات، وبرضو الأهل الموجودين في الوطن في شركيسيا هم تحت أو خلينا نحكي ضمن النظام الفيدرالي المسمى فيدرالي الروسي. طبعا كل دولة أو كل نظام له قوانينه لا يمكن تجاوزها طبعا، لكن الحقوق القومية اللي الشركس فقدوها بغض النظر وين مقيم الإنسان بيقدر يطالب فيها. يعني إحنا في مثلا أمثلة كثيرة، الفلسطينيين اللي عايشين في الأردن بيطالبوا بحقوقهم بفلسطين، الفلسطيني اللي عايش في الولايات المتحدة بتابع برضه عنده نفس المطلب، أو اللي عايشين في دول عربية مختلفة برضه عندهم مطالب قومية معينة، لكن في البلاد اللي هم عايشين فيها يتبعوا القوانين السارية، القوانين التي لا يجب طبعا تجاوزها، وحسب كل دولة حسب القوانين التي تسمح لرعاياها بعمل النشاطات التي يمكن عملها. مثلا زي ما تفضلت برضو في أوروبا أو في أمريكا إنه الحرية تقريبا بديش أقول مطلقة، بس السقف تبعها عالي، ممكن عمل أي شيء أو عمل أي فعالية أو إعطاء رأيك في أي موقف أو أي قضية مثلا بتشغلك. بالنتيجة المتحاورين الشركس لما يقدروا يعرفوا شو الأشياء اللي ممكن عملها، بيقدروا يعملوا المبادئ والأسس التي يجب اتباعها، ومحاورة الأطراف التي يمكن أن تساعدهم في استعادة حقوقهم المغتصبة. أنا بقدر لا أزال أقول حقوقنا اغتصبت، ولا تزال الكثيرين لم يستطيعوا الحصول على حقوقهم. طبعا العودة مثلا الدولة الروسية يجب عليها الاعتراف بالإبادة الجماعية الشركسية، يجب الاعتذار للأمة الشركسية، يجب تقديم الكومبنسيشن أو التعويضات، ويجب السماح في العودة تحت مظلة دولية، ويجب إتاحة حق تقرير المصير. ممكن حق تقرير المصير الناس يقرروا يظلوا مع الدولة الروسية أو يظلوا جزء من روسيا إذا أرادوا طبعا. وهذا الكلام هم اللي ممكن يتحاوروا ويطلعوا بهالنتائج المرجوة إن شاء الله في يوم من الأيام، وأرجو أن لا تطول هذه الفترة الزمنية اللي راح تأخذ البعض أنهم يبدوا في هالمشروع هذا، حتى نستطيع أن ننجز بعض الأشياء، لأنه بعد 150 عام للآن الحمد لله لم ننسى أن وطننا في شركيسيا، لكن
لغاية الآن زي ما حضرتك حكيت كمان إنه ما قطعنا الشوط اللازم لعمل أي شيء للشركس كقومية متكاملة. كابتن، يعني هلا اسمح لي انه مشان نطلع من الرتم اللي الاجوبه طويله واللي الاسئله طويله، بدي اسال بدي اقدم لك 5 شعارات مطروحه في المجتمع الشركسي، وارجو ان تعلق على هاي الشعارات بشكل مختصر. إحدى الشعارات بتقول إنه ترتقي الشعوب إذا نظمت بيتها الداخلي وتنطلق من خلال فهم الواقع وتحديد الفرص والمخاطر ومراعاة ما لديها من نقاط قوة وضعف. ما رأيك؟ صحيح. هلا أي واحد بده يعمل أي شيء بده يعرف شو مواطن الضعف ومواطن القوة عنده، شو الأساليب اللي بيقدر يتبعها، شو الأساليب المسموح اتباعها أو يمكن أنها مثلا توصل إلى الأهداف المرجوة، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرص والتهديدات اللي ممكن أنها تواكب هذا الموضوع، لأنه في ظروف خارجية كمان لازم ننتبه لها. أكيد إذا الواحد ما بياخذها بعين الاعتبار ما أصلا ما بيبداش، فهذه كلها لازم تأخذ بعين الاعتبار. طيب الشعار رقم 2: القضايا المصيرية التي تؤثر على مصالح الأمة أجمع وعلى الأجيال القادمة لابد من تناولها بشكل مؤسسي ومدروس. يعني نعم. على سبيل المثال، أنا مشان أوضح الأمور، مثلا بنروح كجمعية شركسية أو كأي طرف من الأطراف بيعمل مفاوضات، بيعمل حكي ونقاشات، والمجتمع مغيب، يعني ما عم بيعرف إيش اللي عم بيصير. فالقضايا المصيرية لماذا لا يتم تداولها بطريقة مؤسسية، مش بناء على المفهوم اللي موجود عند الشخص اللي بيروح؟ تفضل يا كابتن. نعم، هو هذا يتبع سؤال سابق حضرتك حكيته، انه ما فيش مؤسسيه. فالمؤسسيه اذا ما وجدت، اذا على ماذا تعتمد عندما تريد ان تحاور اي مجموعه او اي شخص او اي جهه او اي طرف؟ لكن لن يفيد احد اذا بقينا بدون حراك، لانه لا احد يسمع من الصامتين ومن الساكتين ومن سكان القبور. اذا الناس ما حكوا ما حدا راح يسمعهم، واذا احنا ما قدرنا نوصل قضيتنا لكل الاتجاهات وكل الامكنه ما حدا راح يعرف عنها. وازيد على هذا الكلام انه احنا ما عندنا دوله او ما عندنا قوانين نقدر او ملزمين فيها حتى انه نعمل الشغله هاي او ما نعملهاش. فاي واحد بيعمل اي شيء هو بيعملها على عاتبه. اصلا شو هالشيء؟ احسب انا رحت انا احكي لك شغله انا عملتها. مثلا رحنا مره طلب منا نجتمع مع لجنه الشؤون الخارجيه في البرلمان الاستوني، وذهبت انا والاخ اياد يغار والدكتور نصرت باش حتى نشرح لهم عن القضيه الشركسيه. هسه مثلا لما اجتنا الدعوه هاي، مين اللي ممكن انه يقرر انه نروح ولا ما نروحش؟ احنا مثلا طلب منا او سئلنا انه هل بامكاننا نروح نحكي عن القضيه الشركسيه او لا؟ وطبعا انا مستعد اروح وين ما كان احكي عن القضيه الشركسيه. فطالما انه ما فيش شيء قوانين تلزمنا، احنا نقدر نروح فين ما كان، احنا فيش شيء نتنازل عنه اصلا. هلا مثلا لما اروح احكي مع مين مكان او اتعامل مع مين مكان او اتفاوض مع احسب تفاوض مع مين مكان، شو بدي اتنازل عن ايش؟ عندي شيء اتنازل عنه؟ هل عندي سياده؟ عندي دوله ذات سياده؟ هل عندي مثلا شيء اعطيه مثلا مقابل الشيء اللي ممكن اخذه؟ فهذا شيء يعني مهم انه الواحد كمان ينظر له، يكون واقعي في الامور اللي بطرحها. لكن
مش معقول كمان انه والله حدا بيجي بيسالني بقول والله ما فيش مثلا جهه معينه او مؤسسه معينه تعطيني الاذن اروح، بلاش ما بديش اروح. طب بدي اسال مين؟ هي انا بحكي لك، انا مثلا اجتني شغله مثل هيك، اسال مين حتى اروح ولا ما اروحش؟ فمشان هيك المؤسسيه مطلوبه، لازم نعمل مؤسسه، لازم نعمل منظمه، لازم نعمل جمعيه تتعامل مع الامور هذه، وحتى تعطي النصح والارشاد لكل شخص، لكل فرد يريد ان يسهم في عمل شيء ايجابي في سبيل احقاق الحق واستعاده الحقوق الشركسيه. طيب الشعار رقم 3: المصلحة القومية العليا هي المهمة القومية الأسمى التي علينا جميعا الالتفاف حولها. أكيد إذا التفتنا لأمور أخرى يعني نفقد قضيتنا وحتى قدرتنا على إبقائها حية. بدون ذكر أسماء معينة أو جهات معينة، يعني إذا أنا انخرطت في إني أكون مع جهة معينة أو أروح أصير أنادي في شعارات جديدة، إذا أنا بفقد اللي رحت عليها جديد، بفقد الأولانية. أما لا، لازم شعاراتنا وأهدافنا القومية الأصيلة تظلها موجودة بدون أي تأثير من أحد، وبدون ما أخرط نفسي أو أروح أو أنخرط في أشياء أخرى ممكن تؤذيني. تمام. رقم 4، شعار رقم 4: رأس مالنا وقوتنا الحقيقية بتضامننا، والذي يأتي من خلال تفهم ومراعاة الاختلافات في المؤثرات والمصالح القائمة على اختلاف النشأة والأنظمة التي نعيش تحت حكمها. تفضل، يمكن جاوبنا بشكل أو بآخر، بس كمان تفضل إذا باختصار كمان. بس بزيد بالنسبة للموضوع هذا، موضوع الخابزة. هلا منظومة العلاقات والأخلاق والتعاملات اللي بين الشركس المفروض هذه تكون الشيء اللي بننطلق منه، الاحترام المتبادل، كل واحد يعرف شو اللي له وشو اللي عليه، احترام الكبير واحترام الصغير بدون أي إجحاف ضد أي شخص أو ضد أي طرف. في الحالة هذه الكل بيكون بيعرف شو حدوده. أما طبعا الناس أو الأطراف اللي ما تحترم الأشياء هذه ليست طرف في التعامل الجماعي بأي حال من الأحوال. يعني ضمن منظومة الكابزة العادات والتقاليد الشركسية، أي شخص مرحب فيه بأنه يكون ضمن خلينا نسميه المركب اللي متجه نحو يعني نحو يعني أخذ ما يمكن أخذه من مصالح للأمة الشركسية. أكيد. طيب رقم 5، الشعار رقم 5 والأخير: أهم عنصر لتحديد من هو الشركسي هو الانتماء، وقناعة الشخص بأن مصيره ومصير سلالته من بعده ترتبط بهذا المكون القومي. تفضل. يعني زي ما حكيت قبل شوي، بعد أكثر من 150 عام عن تهجيرنا عن وطننا لم ننسى وطننا، وذهبنا طبعا وعشنا في بلدان مختلفة، وهذه البلدان أينما تقيم تبقى متميزا بأنك من الجهة الفلانية، أو أنك جيت من القفقاس، أو أنك شركسي. فهذا جعلني أحتفظ بهويتي بشكل تلقائي طبعا. إضافة إلى ذلك، إذا الإنسان بيقدر يحافظ على الأمور الأخرى اللي تتعلق بهذه الهوية، مثل اللغة، مثل الثقافة والفن والأشياء الأخرى، وتطبيق الخابزة برضو الشركسية، هذه كلها أمور تساعدنا
في ان نبقى في هالاطار هذا. طيب كابتن، انا خلصت الشعارات اللي بدي احكيهم. هلا بدي ارجع للموضوع حضرتك تطرقت له، بس بدي اخذ تفاصيل اكثر لانه موضوع جدا مهم. نعم. اللي هو يعني احنا كشركه دائما بنتغنى بامجادنا وتقاليدنا العريقه واحترامنا لبعضنا البعض، ولكن اللي عم بنشوفه في الساحه هالايام هاي خاصه بعد ظهور الفيسبوك و يعني الفيسبوك يعني منصه بتعطي الحق لاي شخص انه يحكي اللي بده اياه بالطريقه اللي بده اياها. مع الاسف الفيسبوك في كثير من الاحيان عم بيطلع عن اصول الخابزه، العادات والتقاليد اللي احنا بنفتخر فيها. كيف ممكن انه احنا نخلق بيئه لحوار نموذجي بناء كأداة للتنسيق وتقريب وجهات النظر، ويعني هذا تعطينا مجال ان ننظم ونرتب بيتنا الشركسي والعلاقه بين بعض، يتبادلوا الناس الحوارات والرأي. كلنا بنعرف انه الاختلاف في الرأي شيء كثير كويس، شيء بيغني المجتمع من ناحيه الفكر. وكيف ممكن انه نرفع من مستوى الوعي القومي والسياسي من خلال حوارات بناءه؟ تفضل كابتن. هو يعني الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى خلقت فرص جيدة بعتقد بالنسبة لموضوع القضية الشركسية، إنه الناس صاروا يعرفوا عن قضيتهم أكثر من أول. لكن برأيي هناك بعض الأطراف التي استغلت حرية التفاعل وحرية العمل في هذه المساحات الإلكترونية في إنهم يسيئوا إلى الآخرين بشكل أو بآخر. فنرجع للخابزة، أي واحد ما بيطبق الخابزة أو بيسيء للناس المفروض أنه ما يشارك، لا يسمح له المشاركة في هذه الفعاليات أو هذه الصفحات أو هذه المواقع، لأنه هو هذا إنسان غشاش، ومن غشنا ليس منا. الإنسان الصحيح والصادق واللي بده خير الجميع بكون إيجابي، بكون منطقي، بيقدم الأمور اللي ممكن إنه ممكن يستفيدوا منها الناس، بدل إنه يحضر أمور ليست بالشغلات التي يتيحها حتى القانون أو يقبلها القانون. إذا أي شخص يسيء المفروض أنه ما يسمح له المشاركة. وأنا لما بدي أشترك في أي صفحة أو أي موقع بشترك في الصفحات والمواقع التي تهمني، وإذا لا يعجبني أي شيء أو أحد الأشخاص بحاول يسيء حتى أنا أغادر هذه الصفحة. فإذا إذا إحنا فتحنا المجال لهؤلاء الناس بأنهم يخربوا اللعب زي ما بيحكوا بالعامية، إحنا في غنى عن هؤلاء الناس وفي غنى عن القبول فيهم. كابتن، بدنا نروح هلا على بعض النقاط اللي بتهم الناس انهم يسمعوا عنها. يعني بكثير من الاحيان يرتبط اسم الكابتن عادل بشقوي بمؤسسه جيمس تاون. فما هي مؤسسه جيمس تاون؟ ما هي العلاقه التي تربط الكابتن في هذه المؤسسه؟ تفضل كابتن. اوكي، مؤسسه جيمس تاون هي مؤسسه دراسات وابحاث، أسست في الولايات المتحدة في منتصف الثمانينيات. طبعا الأجدر أنه يوجه السؤال إلى أولئك الذين يعيشون في كنف الولايات المتحدة وقريبين من جيمس تاون، ويمكنهم الذهاب إلى هناك شخصيا لمعرفة ما هي جيمس تاون وما هي الأشياء
التي تقدمها بعيدا عن الأمور الأخرى. على كل حال هي هذه المؤسسة أحد مؤسسينها زبيغنيو بريجنسكي، اللي هو كما تعلم كان مستشار للرئيس الأمريكي السابق ليندون جونسون، وصار مستشار الأمن القومي في حكومة أو في عهد رئيس جيمي كارتر. فاللي صار إنه هؤلاء الناس مثل زبيغنيو بريجنسكي وطبعا اللي أسسوا جيمس تاون هم عبارة عن أشخاص أو مسؤولين كبار متقاعدين من الحكومة الأمريكية. يعني زي أي بلد ممكن أي واحد يكون مدير مخابرات بصير رئيس وزراء أو بصير رئيس دولة أو بصير كذا، يعني نفس النهج ونفس الطريقة. بس على كل حال هذه جيمس تاون أخذت على عاتقها التعامل مع أمور تتعلق بالاتحاد السوفيتي السابق والجمهوريات المنفصلة عنه أو المستقلة في وقت لاحق، وكذلك الفيدرالية الروسية الحالية. طبعا هي إذا بحثت في الإنترنت في الجوجل مثلا في جوجل سيرش راح تجد أنها ليست من أكثر أو من أكبر 50 think tank بسموها أو مركز دراسات وأبحاث في الولايات المتحدة، بل هي برأيي هي الأكثر نفوذا في موضوع الاتحاد السوفيتي السابق وروسيا الحالية. لذلك تعطى هذه الأهمية. وتعمل جيمس تاون كيف؟ أنا مثلا حتى أعرف هذه المعلومات ذهبت إلى موقع جيمس تاون الإلكتروني، وأي مشاهد الآن ممكن أنه يذهب لموقع جيمس تاون الإلكتروني ويعرف كل المعلومات المطلوبة اللي بده يعرفها. هي مثلا تعمل وفق أسس أنه هي فيها 3 موظفين بما فيها رئيس جيمس تاون، لكن عندها مشاركين كتاب يقوموا بالكتابة بشكل دوري أو بشكل في بأوقات مختلفة. وبعض الأشخاص يقولون أنه فلان أسسها من مؤسسينها أسماءهم موجودة على الفيسبوك برضو على الموقع تبعهم. على دورها في جيمس تاون إنها تعمل اللقاءات والمؤتمرات والفعاليات اللي تتكلم أو تتحدث عن مشاكل أو مواضيع محددة، مواضيع معينة. مثلا إذا لما روسيا تحتل القرم بيعملوا مثلا ورشة عمل أو بيعملوا مؤتمر حتى يجيبوا الناس الباحثين اللي بيعرفوا عن الموضوع هذا مشان يحكوا اللي عندهم. طبعا بالنتيجة كل النتائج تجمع وتوضع بأن هذه هي نتائج الفعالية. ما عندهم حتى لا يعطوا recommendations، لا يوصوا في شيء، هم عبارة عن بيجمعوا هالمعلومات وبحطوها وبقدموها. يعني زي الناس اللي بيعملوا خلينا نحكي رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه في الجامعة وبحطوها مثلا في المكتبة متاحة لأي واحد بده يعمل دراسة أو يعمل رسالة أو يعمل أي مبحث أو أي شغلة في مبحث معين، ممكن الرجوع إلى هذه المعلومات والاستزادة منها وتكون معلومات موثقة. فهذا دور جيمس تاون. هلا بالنسبة لاهتمام جيمس تاون بالقضية الشركسية، يعني أنا بعتبر جيمس تاون هي أحد المحطات أو إحدى الوسائل
التي استخدمها الشركس في إظهار قضيتهم للعالم. يعني مثلا كان أول مؤتمر هام عقد في 21/5/2007 عن القضية الشركسية، شارك فيه أكاديميين ومحللين سياسيين وأساتذة جامعات حتى، ومنهم شركس، منهم مثلا الأخ إياد يغار، الست أو الأخت فاطمة تلسوفا، الأخ علي برزج، من الناس اللي شاركوا وألقوا كلماتهم في هذا اللقاء. لكن للأسف أنا وجهت إلي الدعوة، لكن لأسباب مختلفة وبسبب العمل لم أستطيع حضور هذا المؤتمر. لكن كل الأشياء التي حدثت في ذلك المؤتمر موجودة مكتوبة كتابة وموجودة على الفيديو. أي شخص، أي فرد يريد أن يعرف ماذا حصل في ذلك المؤتمر وماذا قالوا المؤتمرين والمستمعين يمكن الرجوع إلى هذه الفيديوهات والاستزادة من المعلومات اللي حدثت. هذا بالنسبة لجيمس تاون، بداية جيمس تاون في موضوع القضية الشركسية. هلا كان في فعالية أخرى شاركت فيها جيمس تاون، اللي هي عقد ندوة أو خلينا نحكي مؤتمر مصغر في جامعة هارفارد، وهو كان بالتعاون أيضا مع الأخت فاطمة تلسوفا مشان عقد فعالية عن القضية الشركسية وإعلام العالم عن قضيتنا، عن الأمور اللي صارت معنا. فكنت محظوظ في ذلك الوقت أني استطعت أني أروح أو أذهب إلى هذا المؤتمر، لكن كنت مراقب بس مستمع. شاهدت كل الأشياء اللي صارت، وكان في هذا المؤتمر المتحدثين مثل بول جوبل، جيمس شينفيلد، فاطمة تلسوفا، جون كولوروسو. هدول الناس اللي بيعرفوا عن القضية الشركسية وحتى أمور ثقافية عن الشركس. هذا مؤتمر ثاني أنا بعرف عنه وأنا حضرته. بعد هذا المؤتمر حضرت مؤتمر برضه شاركت فيه جيمس تاون برضه عن القضية الشركسية في تبليسي. كان مؤتمر تبليسي الأول في شهر 3/2010، وكنت متحدثا، وكانت عندي ورقة كانت بعنوان شركيسيا هي وطننا الأم. غير هذه أنا شاركت 22 مجموع الفعاليات اللي شاركت فيها من 2007 للآن، حوالي 22 فعالية ذكرتهم وكتبتهم موجودين. 2 منهم عملتها جيمس تاون، إلا الباقي مش جيمس تاون. يعني مثلا في مؤتمرين منهم كانوا في نورنبرغ، عملوها منظمة العودة الشركسية مع المركز الثقافي الشركسي في نورنبرغ. مثلا شاركت زي ما حكيت قبل قليل، رحت على البرلمان الإستوني للتحدث هناك عن القضية الشركسية. جيمس تاون ما إلها بالموضوع كمان. لكن هنا أود أن أذكر هذه الحادثة، أن أحد الأشخاص ذكر أحد المرات في الفيسبوك، وضع صورة، كانت الصورة وجودي أنا في ذلك الاجتماع مع المجتمعين الآخرين، ويقول أني أنا كنت في اجتماع مع جيمس تاون. عندما وجه بالموضوع، طبعا مش راح أقول من هو، لكن أشفق على بعض هؤلاء الذين
يقولون المعلومات جزافا ولا طائل منها. فاللي الصورة اللي قال عنها إنه هذا اجتماع مع جيمس تاون، هي صارت جيمس تاون مشجب لروسيا لأي شيء يؤثر عليها أو يزعجها، وخاصة المشاكل اللي هي من فعل يديها. يعني المشاكل اللي عملتها روسيا وجيمس تاون بدها تحكي عنها، هلا بدها تيجي روسيا تحاسب الشركس لأنهم بيعرفوا جيمس تاون. يعني هذه صعبة كمان. لكن هاي مشاركة جيمس تاون يعني في موضوع إثارة الموضوع الشركسي أو القضية الشركسية. هذول شغلتين أو فعاليتين أنا شاركت فيهم. جيمس تاون، بس شو كان دور جيمس تاون فيها؟ يعني شو الإشي غير طبيعي في الموضوع. يعني هلا في شغلة أخيرة أود أن أذكرها هنا بالنسبة لجيمس تاون. جيمس تاون عندها دورية اسمها أوراسيا ديلي مونيتور، وهذه الدورية تذكر فيها مقالات ترسل لها من كتاب معينين. يعني جيمس تاون عندهم 9 كتاب معروفين، وممكن كتاب آخرين يكتبوا عن القضايا المطروحة. فهذه يوراسيا ديلي مونيتور تذكر الشغلات هاي اللي جيمس تاون تنشرها على موقعها بانتظام. هلا في ناس بخربطوا في موضوع نافذة على أوراسيا. في الكاتب والمحلل السياسي المشهور بول جوبل عنده مدونة اسمها نافذة على أوراسيا أو ويندو أون يوريزيا. أنا عرفت من بعض المتحدثين أن في إحدى المناسبات أنه والله أوراسيا، لما سمع أوراسيا يعني جمع بين جيمس تاون وبين ويندو أون أوريزيا. طب أوراسيا معناها روسيا، أو خلينا نحكي أوروبا وآسيا. ممكن واحد يكتب بقالة أوراسيا أو ملحمة أوراسيا أو كراج أوراسيا. هذول في مدونة أوراسيا، وفي أوراسيا ديلي مونيتور اللي هي تبع جيمس تاون. فما معنى أنه هذه هاي نفسها. فهذا اللي بعرفه عن جيمس تاون. وأنا إذا في أي معلومات أخرى ما بعرفهاش بحب أعرفها. يعني هي مش مؤسسة تابعة لأجهزة أمنية وCIA هي عبارة عن مؤسسة غير حكومية وغير ربحية، وحتى مصاريفها تأتي من التبرعات من الشركات ومن جهات مختلفة. يعني أنا بعرف أنه المؤتمر اللي ذكرته قبل قليل اللي حدث في 21/5/2007 قاموا الشركس بتغطية تكاليفه. وأنا بعرف الأخ إياد يغار والأخ زاك برسيق هم اللي دفعوا $20,000 مصاريف إقامة هاي الفعالية ودعوة الناس ومصاريف إحضارهم. هذا الشيء اللي الناس للأسف ما بيعرفوه. هو يعني لا أحبذ ذكر المبالغ وفلان دفع هيك وفلان حكى هيك، بس يعني الحقيقة، هاي الحقيقة. الناس ما بيعرفوا إنه هالدعاية الهدامة اللي انوضعت على هاي المنظمة. طبعا هي بالنتيجة روسيا اعتبرت منظمة جيمس تاون منظمة غير مرغوب فيها. طبعا الظاهر إنه الأشياء أو المعلومات تقريبا موثقة إلى أبعد الحدود تزعجها. هلا إذا أزعجتها مش معناه إنه تمنعني أنا أتعامل معها بأي سبب من الأسباب. أنا عندي حرية، عندي رأي، عندي منطق، أنا إنسان عاقل، بعرف شو بنفعني وشو بضرني، بعرف شو الصح وشو الغلط.
بعرف شو الطريق اللي لازم أسلكها والطريق اللي ما أسلكهاش. يعني مش إحنا في وضع إنه والله فلان بده يمشيني أو يقول لي شو أعمل أو يحط في راسي شو أقول. هذا كلام يعني الناس اليائسين أنا برأيي اللي بيحكوه. هذه مثلا البروباغندا اللي بتطلع من الشمال ويمين والله ما لها معنى أصلا، وخاصة يعني أنا بأسف وبرأف بوضع هؤلاء الذين يروجون لها. طيب كابتن، في سؤال أو تعليق بدي أخذ كمان من الإخوان اللي عم بكتبوا. السيد رائد وبخ بيقول: ما يؤخذ في القوة لا يرجع بغير في القوة وبس، لغة السياسة ما بتنفع. ما رأيك؟ والله أنا برأيي إحنا كأمة شركسية ليس أمامنا سوى السياسة، والقوة هي ممكن انتهى عهدها، وإحنا استعملنا القوة في الدفاع عن أنفسنا ولم يحالفنا الحظ طبعا نتيجة القوة الغاشمة التي كانت تحاول تدميرنا والقضاء علينا. لكن أنا برأيي الوضع الحالي أو نحن في عالم متحضر، يمكن إذا استعملنا اللغة الصحيحة واللغة المناسبة في مخاطبة العالم ممكن أن نوصل رسالتنا لكل من يريد أن يسمعها، ونطالب بحقوقنا. حقوقنا يعني مؤكدة 100%، لكن يجب أن نطالب فيها، وإذا لم نطالب فيها لن نجد من يتبرع في المطالبة فيها عنا أو عنها فيها، يعني نيابة عنا. إذا نحن لم نطالب بحقوقنا لن يتبرع أحد بعمل ذلك. مشان هيك القوة برأيي لا تنفع. طيب كابتن، بنيجي على موضوع يعني تم التطرق له كثير في الفترة الأخيرة، اللي هي الرسالة للمعارض في روسيا، معارض النظام الروسي السيد نافالني. تم إرسال رسالة له تأييد لما يقوم به، ولكن يبدو بأنه في يعني، أو خلينا نحكي أو نفترض بأنه الزلمة شعبيته مش كتير واسعة، يعني في نسبة معينة اللي بأيدوه، النسبة الأخرى وفي جزء كبير منهم شركس من خلال الإعلام، من خلال وسائل لا يؤيدوا نافالني، وبيعتبروا أن نافالني شخص فاسد وشخص مخرب في الدولة، وبالتالي بيعتبروا أن هذا نوع من الإحراج بالنسبة لهم، أن الشركس اللي برا بأيدوا شخص إعلاميا في روسيا أوراقه محروقة، خلينا نفترض. فما هي الفائدة من أن يعني نستفز شركس الداخل أو جزء كبير من شركس الداخل على اعتبار بأنه هم إعلاميا تم وضع نافالني بالنسبة لهم بطريقة سيئة وبطريقة فاسدة؟ هل الرسالة لنافالني كانت في مكانها أم كان من الممكن إعادة الاعتبار في صياغتها؟ والله أنا رأيي المتواضع في الموضوع إنه يعني لا نافالني ولا 10 مثل نافالني ممكن أن يقفوا في وجه النظام الروسي الحالي، أو في نظام رأس النظام الروسي الحالي اللي هو الرئيس فلاديمير بوتين. وهذا برأيي غير ممكن. لكن ما حصل بالنسبة لتوجيه هذه الرسالة أنه أليكسي نافالني تعرض للتسمم أو للتسميم، واضطرت الطائرة اللي كانت تقله بالهبوط في الاضطراري في أحد المطارات في سيبيريا أعتقد، لإنقاذ حياته. وطبعا كان في وضع ميؤوس منه،
تم عمل ترتيبات لأخذه وعلاجه في ألمانيا، وطبعا شفي من ذلك السم الذي تعرض له وتعافى. هلا في خلال هذه الفترة صار في إقبال من قبل الرأي العام العالمي ليعرف عن نافالني، ماذا حدث معه وشو صار معه. وطبعا نتائج التحقيقات الطبية اللي صارت في ألمانيا أثبتت أنه كان قد تعرض للتسمم حتى ممكن للقضاء عليه. لكن في الموضوع في ذلك الوضع أيضا هو عندما شفي كان في صدد العودة إلى روسيا أو إلى موسكو. في ذلك الوقت خلال مدة التعافي استطاع أن يعمل فيديو عن الفساد المستشري في روسيا، وخاصة أنه ذكر أحد القصور الذي بني على البحر الأسود قرب جلانجيك، وقيل أنه كلف أكثر من مليار دولار، وأنه يعني هذا أحد الأمور التي تتعلق بالفساد المستشري في روسيا. طبعا كانت الفكرة أنه بهذه المناسبة، وطالما أنه كثيرين ناس بدهم يعرفوا شو صار مع نافالني وشو التطورات اللي راح تصير معه، توجهت النية لكتابة هذه الرسالة. كتبت هذه الرسالة من شخص شركسي للمعلومة، وفي الرسالة هاي فيها يعني بقدر أقول لك 10 أشياء كلها لصالح الشركس. أول إشي ذكر فيها أنه هو تعرض للإساءة والعمل غير الإنساني. ذكر موضوع الفساد، ذكر موضوع أنه هذا القصر الذي ذكر أنه بني على أرض شركسية كانت قد احتلت على البحر الأسود من قبل الإمبراطورية الروسية. ذكر أيضا أنه هذا القصر بني في المنطقة التي هي قريبة من ألعاب سوتشي، المكان الذي بنيت فيه منشآت ألعاب سوتشي على مناطق محمية من قبل اليونسكو، وضرب عرض الحائط بالقوانين الدولية حتى، وأن هذه كمان على أرض شبيهة اللي هي الأرض الشركسية التي احتلت عام 1864، وأنه الشركس لا يزال، طبعا ذكر في الرسالة أنه 90% من الأمة الشركسية لا يزالوا يعيشون خارج وطنهم في الشتات في حوالي 40 ولا 50 دولة، وأنه 10% منهم عايشين في وطنهم مقسمين في أماكن مجزأة وغير متجاورة. كل هذه الأشياء ذكرت حتى مش لنافالني يقرأ. احنا يعني استعمل مثلا اسم نافالني، لكن اي واحد بيقدر يقراها. هذه الرساله قرأت في اماكن مختلفه. في حتى احد الكتاب الروس المعلقين قال انه الشركس استطاعوا من خلال هذه الرساله ان يضعوا القضيه الشركسيه مره اخرى على الطاوله. طبعا هذا رأيه، ورأي آخرين شيء آخر. يعني مثلا أنا قرأت رأي آخرين من الشركس، واحد منهم من القفقاز وأنا بعرفه كل يوم هو، أو بلاش أحكي هيك. المهم قال إنه هو ما بيعرفش هذول الناس اللي
اللي موقعين الرساله، طبعا 70 واحد من دول مختلفه، وانا بعرفهم كلهم شخصيا. الان بقول لك ما بيعرفهم. طب يعني يعني من الممكن اني انا اعرف 4-5 ملايين شركسي في العالم؟ يعني انه لازم انا اعرفهم هذول اذا هم شركس او كذا؟ واللي قال لك هاي اسماء وهميه، واللي قال لك هاي اسماء مش عارف مين. يعني كثره الدعايات الكاذبه خلينا نحكي والمضلله على موضوع الرساله هاي. واحنا حكينا انه اردنا نتائج ايجابيه، او شو الاشياء الايجابيه اللي ممكن نستفيد منها من هيك رساله للقضيه الشركسيه. والباقي عندك، يعني خلي المشاهدين المحترمين بيقدروا يرجعوا للرساله ويقرأوها نقطه نقطه، ويتبين لهم ما هو الخطأ وما هو الصواب. هل هي احسبها يا اخي ورقه فحص اختبار 10 اسئله وقديش علامه النجاح فيها من 10؟ يعني سهل انه اي واحد يقدر يميز ويعرف ويقرا وهو يطلع بقرار انه هل هذا صحيح او خطا. هل الخطا اني انا ابين للعالم انه في قضيه شركسيه منسيه ويجب انه يلتفت لها؟ وطبعا بالاضافه الى هيك ممكن نافالني ما إلوش علاقه بالموضوع، ممكن عنده اراء بالنسبه للقفقاس بقول لك احنا عمالنا بندفع القفقاس اموال ما إلها لازم، ما إلها داعي، واحنا بغنى ان ندفع. طب يا اخي بلاش يدفعوا، احنا هذا اللي بدنا اياه، بلاش يدفعوا، خلي كل مين بحاله، كل واحد بدفع عن حاله، كل واحد بيقدر يدبر اموره يعني. وهذا اللي يذهب اليه بعض السياسيين الروس يعني في بعض الاحيان. لكن المهم في الموضوع انه يعني حاولنا نضع يعني او تكون في فكره انه الناس يعرفوها، وحتى نفس الروس انه يعرفوا كمان انه في قضيه شركسيه. الروس اصلا نفسهم ما بيعرفوا انه في قضيه شركسيه، وشو صار مع الشركس، وكيف احتلوا وطنهم، وكيف قتلوهم، وكيف ابادوهم، وكيف هجروهم، ما بيعرفوا. طبعا كيف بدهم يعرفوا اذا ما حكيت لهم؟ انا بدي الاقي الطريقه المناسبه اوصل لهم حتى يسمعوني. ممكن كانت هاي احدى الواجهات او احدى النوافذ اللي ممكن العبور منها بقدر المستطاع. يعني كابتن، انت من ضمن الحكي اللي حكيته قلت انه اي شخص يطلع على فحوى الرساله وراح يشوف انه منطقي الكلام اللي فيها، ولكن فعليا احنا كمجتمع شركسي في جزء مهم منا قرأ الرساله واعتبرها انه اجت مش ملائمه، خاصه بالقفقاس، انه اعتبروها يعني عم بتحط الشركس في موقع انه انتم عم بتأيدوا هذا الشخص السلبي. برضه بحكي انه اعلاميا انا ما بعرف الشخص ولا بعرف شو سوى اعلاميا في روسيا، هو اوراقه محروقه. بالاضافه لحضرتك حكيت انه هذا الزلمه اصلا ما راح يطلع بايده انه يعمل شيء في الداخل الروسي، زلمه يعني ضعيف مقارنه في النظام اللي موجود بروسيا. وبالتالي هذه النقطه مهمه جدا، انه نحن كشركس اين نستثمر جهودنا؟ هل هو رأي اجتهادات شخصية من قبل مجموعة معينة وكل واحد يجتهد بالطريقة اللي هو بيشوفها مناسبة، ولا بدنا نرجع نحكي انه لابد من انه القضايا التي تؤثر على اطراف اخرى علينا ان نتروى وان ندرسها، ويكون في عندنا نظام، يكون في عندنا مؤسسة مرجعية. خلينا نبني مؤسسات مرجعية اللي من خلالها فعليا مشان اي قرار، اي كتاب، اي رسالة، اي توجه يحظى بالاغلبيه العظمى من المجتمع الشركسي، ونحاول بقدر الامكان انه نبني بيتنا الداخلي، والا سيبقى الاجتهاد هو سيد الموقف. وبالاجتهاد لا شك كلنا بنعرف انه يا اخي بيعمل واحد 5-6 شغلات، 4 بيصيبوا وواحده 2 يمكن يخيبوا. ولكن اذا احنا فعلا اشتغلنا على اساس البيت الداخلي تبعنا، ممكن انه عدد الثغرات اللي ممكن بلاش نسميها حتى ثغرات، توافق اغلبيه المجتمع الشركسي راح يكون منطقي، راح يكون اكثر
يعني قوة للرسالة لو وقعها بدال 70 واحد 7000 واحد. يعني يعني أنا خليني أنتقل أنا كنت أحاول إني ما أحكي رأيي، بس يعني اضطريت إني أحكي رأيي، ما قدرت أصبر. ممكن بس أعلق على اللي حكيته؟ تفضل. أوكي. هو أنا معك، يجب مأسسة العمل الشركسي. طالما أنه مأسسة العمل الشركسي غير متوفرة، ولا توجد هناك مؤسسة، ولا توجد مبادئ معينة تلزم الجميع باحترامها والتقيد بها، هنا في الحالة هاي ممكن أي واحد يعمل اللي بده إياه. نعم. يعني هذا شيء مهم، إنه إذا في إمكانية لمأسسة العمل الشركسي. نعم. طيب كابتن، بدي أرجع على مشان أختصر الموضوع الأسئلة الطويلة والأجوبة الطويلة. في عندي مجموعة من المفاهيم السياسية برضو أرجو أن تعلق عليها بشكل كمان مختصر. المفاهيم السياسية اللي في العالم سائدة 5 أنا بدي أذكرها. الأولى: الحق يؤخذ ولا يعطى. أكيد، لكن بدك بالطريقة المناسبة. اختيار الطريقة المناسبة. طبعا لما نحكي الحق يؤخذ، مش مقصود انه يؤخذ بالقوة بالحرب، لا، يؤخذ بالطرق الدبلوماسية والسياسية، الطرق المتاحة. ولكن كل صاحب قضية هو من عليه أن يتعامل مع قضيته، لأنه ما حدا بيعطيك حقك إذا أنت ما سعيت. صحيح، أكيد. النقطة الثانية أو المفهوم السياسي الآخر: في السياسة لا صديق دائم ولا عدو دائم، إنما هناك مصالح دائمة. أكيد، نعم. طيب رقم 3: السياسي إعلاميا يتناول قضايا من منطلق الحق والباطل، ولكن عند التفاوض يتناول القضايا من منطلق المكسب والخسارة. هو يعني برأيي أنا كل عمل تقوم فيه سواء سياسي أو غير سياسي يدخل في موضوع الربح والخسارة، بس برضو بالنسبة للموضوع اللي حكيته نعم صحيح. لما يصير في تفاوض إنه ناس مؤهلين أو مطلوب منهم إنهم يفاوضوا، بالنتيجة بكون عندهم سقف معين إنهم ما يقبلوش بأقل منه مثلا، ويكون عندهم أمور لا يقدروا مثلا يتنازلوا عنها، لكن أمور ممكن بحثها والحصول عليها بطرق مختلفة. طيب السياسة هي فن المستطاع. نعم صحيح. طيب رقم 5: السياسي هو من يتقبل ويتجاوز ما لا يستطيع تغييره اليوم، ويركز على ما يستطيع التأثير فيه وتطويره من أجل الغد. أكيد نعم. الإنسان إذا بيقدرش يعمل إشي الآن، ممكن إنه يشوف متى هي الفرصة المناسبة لعمله أو لعمل هذا الشيء أو لعمل شيء معين، حتى إنه يتمكن من عمله في الوقت المناسب. تمام. يعني معناته إحنا عم نشتغل سياسة يعني أول وآخر، وبالتالي لابد من التعامل مع القضية الشركسية كقضية سياسية ضمن الأسس السياسية اللي معروفة موجودة في الكتب وموجودة السياسة كعلم، وإحنا ما بدنا نخترع الدولاب. السياسة موجودة ونحن يعني علينا أن نتعلم ونرتب أوراقنا، وهذه السياسة الناجحة يمكن. نعم يمكن تطبيقها. طيب. يعني كابتن احنا صار لنا اكثر من ساعة ونص، احنا تعبنا وانت تعبت والمشاهدين يمكن تعبوا، فمشان هيك بدي اسال سؤال اخير: ما هو الشيء اللي بامكاننا ان نحققه خلال السنوات الخمسة القادمة ولا نختلف عليه كمجموعة شركس العالم، ان نتفق نحن مجموعة شركس العالم على خطة أو على توجه كلياتنا نتحرك من خلاله، ما حدا يطلع بشغلات أو بأمور
قد تعيق حركة الآخر. يعني إحنا بدنا نشتغل بأمور متفقين عليها، ولما نخاطب أي دولة، أي جهة، أي فئة معينة، تكون رسالتنا قوية ونابعة من المجتمع الشركسي بأغلبيته العظمى. هل هناك أطر يمكن أن نتفق عليها جميعا مشان لما نتفاوض مع أي جهة تكون كلمتنا موحدة؟ ما رأيك؟ ما هو الشيء اللي بإمكاننا أن نحققه خلال السنوات ال5 القادمة كمجتمع شركسي ولا نختلف عليه؟ تفضل. في الوضع الحاضر برأيي شبه مستحيل أن يتم ذلك، لكن إذا تمكن الشركس من أنهم يتضامنوا من أجل عمل هكذا توجه، فبرأيي من الممكن أنهم يتفقوا على سلوك الطريق الأنسب الذي يهمهم جميعا، والذي يمكن بواسطته من تحقيق المآرب التي يطمحون لتحقيقها من خلال اتباع الأساليب الحضارية وتطبيق القوانين والأعراف الدولية. لكن برأيي أصعب خطوة هي أنك تستطيع أنك تخلي هؤلاء، لن أقول يجمعوا، الإجماع بجوز شبه، مش حتى مش أنه شبه مستحيل، لكن خلينا نحكي أنه أغلبية منهم أو أغلبية المنظمات أو المؤسسات القائمة أنها توافق على هكذا توجه. هنا نبدأ الخطوة الأولى، وإذا استطعنا أن نجتاز الخطوة الأولى يمكننا الانتقال للمستقبل، مش بس 5 سنوات، برضو أكثر من 5 سنوات. لكن إذا هذا الحكي أو هذا الكلام أو هذا التوجه لا يتحقق أو لم يتحقق، أنا برأيي أنه الوضع راح يكون غير مبشر للجميع. يعني كابتن، بس أنا حبيت كمان أضيف تعليق. الكافد بتركيا فعليا طرحوا استراتيجية، عملوا استراتيجية خلال السنة الحالية، والاستراتيجية فعليا مبنية على أسس علمية صحيحة. الشاب اللي اشتغل فيه أو الدكتور اللي اشتغل فيه أنا بعرفه، وترجمت على فكرة أنا الاستراتيجية اللي عملوها الكافد. هي بتشمل علاقتهم فيما بعض كجمعيات، حوالي 80 جمعية متحدين مع بعض في تركيا، بالإضافة لعلاقتهم مع القفقاز وعلاقتهم بكافة الأسس المعنية فيها. نجحوا بأنهم يحطوا استراتيجية لمؤسسة الكافد مبنية على أسس علمية صحيحة. يعني المجتمع الشركسي قادر على أنه يبني استراتيجية مبنية على أسس صحيحة، ولكن ما يعاب عليها أو الناس اللي انتقدوها بيقولوا إنه هذه بتخص شركس تركيا أو الشركس اللي موجودين أعضاء في الكافد، ولا تشمل الشركس كلياتهم. فإذا طالما في عندنا تجربة في العمل العلمي الصحيح لوضع استراتيجية، وفي عندنا كفاءات ممتازة منيحة في موضوع الاستراتيجيات، وإحنا خسرنا الدكتور حسين توقة أحد الاستراتيجيين المهمين في شركس الأردن. أنا بعتقد إنه عندنا من الكفاءات ما يكفي من إنه نقعد وفعلا نعمل استراتيجية مبنية على أسس علمية صحيحة. الاستراتيجية بداية النقطة تبعتها هي الحوارات. لازم نتحاور مع بعض في جو دافئ، في جو يعني نتقبل فيه بعضنا البعض، وهذا الجو الدافئ هو اللي بيعطي للأشخاص اللي بدهم يحطوا الاستراتيجيات العبر اللي بدهم يسجلوها ويقولوا هذه استراتيجية، هذا الإشي اللي بيطلع بإيد الشركس خلال ال5 سنوات القادمة. هذه الاستراتيجية ضرورية أنا بعتقد، مشان نحط أنفسنا أمام الطريق الصحيح ونمشي كلياتنا مع بعض في اتجاه واحد
من دون ما حدا يعيق تقدم الطرف الآخر. بالعكس، يعني خلينا نحقق مجموعة من الأمور لمصلحة الشركس وحقق مكاسبنا كشركس، أحسن من ما نضلنا نحكي بأحلامنا وبدنا نحرر وبدنا نعمل وبدنا نساوي، وهذه كلها غير قابلة للتطبيق. خطوة خطوة قد يكون المسار تبعنا نحو تحقيق حلمنا كمجتمع شركسي يوما من الأيام. ما رأيك كرسالة أخيرة كابتن؟ تفضل. نعم، بالنسبة لموضوع كافد، يعني اللي انعمل، أنا قرأت أنهم عملوا استراتيجية، مشروع استراتيجية. نعم، لكن ما بعرف شو تحتوي عليه أو محتوياتها. لكن أنا يعني بعتقد في مأخذ عليهم أنهم ما اتصلوا مع جمعيات ومنظمات أخرى. يعني كان ممكن تكون أفضل لو أنهم تواصلوا مع جمعيات أخرى وخرجوا باستراتيجية شاملة، أحسن ما أنها توصف أنه هذه كافد. وكافد بصيروا يقولوا لك أنه لما تكون بس في تركيا بقول لك هذول الأتراك. طيب خليهم يتواصلوا مع ناس خارج تركيا، هذا واحد، ويتواصلوا مع ناس داخل تركيا، وبرضه الناس اللي داخل الوطن. فهذه برأيي تبقى ناقصة طالما أنها لم تمتد إلى الجميع، لم يمدوا يدهم إلى الجميع لمصافحتها ومن أجل أنهم يكون عندهم خطة جماعية أن الجميع يمشوا فيها ويقتدوا فيها. فطالما أنه يعني اللي هي أكبر المنظمات الشركسية، أو هم مسمين حالهم القفقاسية في تركيا، يعني تنحى هذا المنحى. ماذا تقول للباقين؟ بعدين إذا هي أكبر جمعية بتعمل هيك، الجمعيات الصغرى مين بده يرد عليها؟ هي أنا برأيي إنه طالما إن أنا بعرف إنه إلها نفوذ وإلها أعوان في أوروبا وفي أماكن مختلفة، يعني من الدول الأوروبية، من الشركس الأتراك المتواجدين هناك، لكن بالنتيجة إنه بظل عملهم ناقص لأنهم لم يستطيعوا الوصول للجميع. وأنا برأيي إذا أنت بتقدر إنك طالما إنك أنت على تواصل معهم لازم تنصحهم. طبعا هنا المشكلة هي اللغة، إحنا مشكلتنا اللغة. كل واحد يعني الناس اللي بتجتمع معهم مرات بكونوا 4 5، كل واحد بيحكي لغة شكل، اللي بيحكي شركسي واللي بيحكي عربي واللي بيحكي إنجليزي واللي بيحكي ألماني واللي بيحكي تركي. للأسف يعني هذه الحقيقة. فيعني لما تتسوى الاستراتيجية اللي هي راح تكون دائمة وتترجم لكل اللغات، في الحالة هاي أي واحد مثلا يشير إلى أي رقم من هذه الاستراتيجية أو النقاط ممكن يعرف الثانيين شو بيحكوا عن إيش بيحكوا. فيعني أنا أعتقد أنه عليهم واجب آخر غير إعطاء الاستراتيجية هاي، مد إيدهم للجميع والوصول إلى إجماع شركسي على كل ما يتوصلون إليه، أو على الأقل على ما يتوصلون إليه عندما يتم التحاور بينهم. هو يعني من باب الإنصاف كابتن، هم اسم الاستراتيجية اللي حطوها استراتيجية الكافد، يعني هي بس مخصصة للمؤسسة هاي. هم ما ادعوا بأنه هذه استراتيجية تشمل المجتمع الشركسي ككل. هذا وضع طبيعي، هم عم بيعملوا الجزء اللي هم لهم علاقة فيه، ولكن هذا لا يمنع انه طالما عندهم القدرة بانهم يعملوا استراتيجية واتبعوا خطوات صحيحة يظلوا فترة طويلة. يعني انا تابعتهم، لابد يعني طالما صار عندهم الخبرة والمعرفة بعمل استراتيجيات، آن الأوان انه ينعمل استراتيجية شاملة معهم ومع الأطراف الأخرى في شتى أنحاء العالم، مشان يكون عندنا استراتيجية قومية شاملة اللي تشمل الكل وينحكى مع كافة الأطراف من دون استثناء وينسمع آراء الكل.
وهدول الأشخاص يفترض أنهم يدونوا هاي المعلومات بالطريقة الصحيحة والمناسبة. وأنا بعتقد راح تكون مكمن من مكامن قوة المجتمع الشركسي بأنهم يتحدوا مع بعض ويشوفوا فعلا المستقبل بعد سنة وبعد 5 سنين وبعد 20 سنة كيف ممكن أنه يكون. كابتن عادل، كل الشكر لك على مرافقتنا بهذا الحوار البناء. طبعا احنا بنفتح أذرعنا كتلفزيون نارت بأنه نكون دائما الوسيلة اللي تفتح المجال لأصحاب الفكر، لأصحاب وجهات النظر، يتداولوا بمواضيع، وخاصة بمواضيع القضية الشركسية والهم الشركسي. نحن سنكون وسيلة من الوسائل، ونأمل أنه بقية الوسائل كمان يشوفوا الحوار البناء كيف ممكن أنه يكون بعيدا عن التجريح، بعيدا عن التخوين والاتهامات. تلفزيون نارت سيبقى دائما هو وسيلة كافة النشطاء الذين يتوجهون ويعملون من منطلق هم المجتمع الشركسي والمصلحة الشركسية العليا. كابتن، شكرا جزيلا لك، ونأمل أن نلتقي فيك في مرات قادمة، وشكرا لمشاهدينا الكرام على متابعتهم لنا. شكرا جزيلا لاهتمامكم، وشكرا جزيلا لاستماعكم لكل ما جرى في هذه المقابلة. تحياتي كابتن. تصبحوا على خير. أعزائي المشاهدين، بنشكر الكابتن عادل بشقوي على وجوده معنا في هذا المساء، وإن شاء الله في حلقات قادمة نستقبل أيضا مجموعة من الأشخاص الناشطين واللي بيحملوا فكر وبيحملوا رأي. أشكركم جزيلا وتصبحوا على خير.